انا بحكي قصتي عشان خاطر انا ندمانه على اللي انا عملته معاه، لانه هو برضو اكرمني وما كانش يستاهل مني كل دوت. ده كفايه اللي كان بيعمله معايا، كفايه الخير والعز اللي كان معيشني فيه. بدأت كلامها معايا وقالت لي كان لازم اخرب بيته، ما انا عارفه ان كل اللي بيني وبينه هو علاقة سرير وبس، ما كانش ينفع اسيبه يكمل حياته مع مراته من غير ما اخرب بيته. ارد له بدل الوجع ألف وجع. ما كانش ليا صفة غير السرير وبس، الوقت اللطيف اللي بيجي يقضيه معايا. ومن هنا ابتدت المشاكل بيني وبينه. ابتديت أغير من علاقته بمراته وبمحبته ليها وباهتمامه بيها. يمكن ما بيهتمش بيا غير قبل الميعاد اللي هو بيجي فيه، غير كده ممكن ما يكلمنيش طول اليوم. بيني وبينكم حبيته، ولما حبيته قابلت بالأمر الواقع وفرحت بيه. صراحة ما كانش مخليني محتاجة حاجة، كل اللي أنا نفسي فيه كان بيجيبهولي من غير ما يتردد لحظة. ودايما لما كان بيجي ونقعدوا مع بعض كان دايما يحصل مكالمة من مراته أو من ولاده أو من مراته ومن ولاده. كنت بحس بنار جوايا وغيرة، وببقى مش طايقة أي حاجة أول ما يبتدي يتكلم معاها، واشوف اسلوبه معاها واشوف طريقة كلامه واشوف محبته ليها واهتمامه بيها. قد ايه كان الموضوع ده بيضايقني ويخليني من جوايا افضل اكل وانكت في نفسي. ومن هنا ابتدت المشاكل، بقيت اتلكك له على اي حاجة حتى لو هي تافهة وملهاش اي اساس ولا ليها اي موضوع. وهو كان راجل ذكي جدا وكان متفتح لدرجة محدش يتصورها، ويعتبر كان فاهمني كويس جدا. اصل هي ما كانش سنة ولا سنتين، دول 5 سنين مع بعض. وجه اليوم الموعود اللي حصلت فيه المشكلة. كنا قاعدين زي ما بنقعدوا، لبست وعملت الميك اب بتاعي، كنت عندي البنت اللي بتعملي الباديكير وعامله السويت ومظبطه كل حاجه فيا، كنت زي العروسه بالظبط. وهو كان جاي وجايب كل ما تشتهيه النفس. بصراحة كان بيجيب حاجات في البيت كتير جدا جدا، وكان دايما بيحب يجيب لي هدايا. وكان اليوم ده جايب لي سلسلة عمري ما انساها، كان مكتوب عليها كلمة معشوقتي. كان دايما صفة العشيقة دي في حياته مهمة جدا. وكان جايب لي السلسلة ديت وكانت شيك جدا وتحفة. بس بصراحة أنا من كتر الغليان اللي جوايا من ناحيته ومن ناحية حبه لمراته كان مخليني مش شايفة أي خير حوالين مني أو أي هدايا هو بيجيبها لي أو أي عيشة كويسة هو معيشها لي. مكنتش بدور غير على إنه يهتم بيا ويحبني نفس الحب اللي بيحبه لمراته. وكالعادة التليفون رن وانا وهو قاعدين مع بعض زي ما يكون اكنه ميعاد هي مثبته نفسها عليه، كل مره في نفس الميعاد ترن. فرنت عليه التليفون واول حاجه بتقولها له الو، ازيك يا حبيبي، عامل ايه النهارده؟ رد عليها قال لها طول ما انتي والولاد كويسين يا حبيبتي انا زي الفل. طبعا اول ما بسمع مكالمته ليها بنهار لدرجة ان انا ببقى نفسي امسك التليفون او ان انا اتكلم او اضحك او اي حاجة اسمعها صوتي ان انا موجودة معاه، في واحدة تانية مش انتي بس. وبعد ما قفل معاها السكة وجاي يقعد جنبي وبيحط ايده عليا، لقيت نفسي من غير ما احس بنطر ايده وبقول له ابعد عني، هو انت مفيش في حياتك غيرها هي؟ امال انا صفتي ايه؟ قام رادد عليا بكل جراءة وقال لي ما انتي عارفة ايه صفتك، انتي صفتك هنا للسرير وبس. اول ما سمعت الكلمتين دول منه الغليان زاد جوايا اكتر وبقيت عاملة زي المجنونة. قمت وقلت له ايه يعني ايه انا صفتي هنا السرير وبس؟ انا ليا صفة، انا ست، انا اللي ببسطك وانا اللي بمتعك وانا اللي عايشه معاك وانا اللي بتيجي ترتاح عندي وتقعد وتنبسط وتهدي نفسك وتهدي اعصابك وترتب حساباتك. كان بكل هدوء باصص لي وقايل لي انت شكلك جرى في مخك حاجه، شكلك اتجنيتي، شكل العيشه اللي انت عايشاها ديت مش واخده بالك منها، مش واخده بالك من الخير اللي انا معيشك فيه. وانا لما اتعرفت عليكي كان بينا اتفاق، كان بينا ان انت عشيقه مش اكتر من كده، وليكي حدود، حابة تكملي فيها حبة، مش حابة تكملي 100,000 واحدة تكمل العيشة بدال. وهتعرف تقدر النعمة اللي في ايديها، اللي انت شكلك من كتر الشبع بتفتري وبتتمردي على عيشتك اللي 100 ست تتمناها. انا اول ما سمعت الكلام دوت
قمت زي المجنونة بقيت أكسر في البيت، وأنا هنا الست، وأنا هنا يا انت يا مراتك، أنا لازم أعرفها كل حاجة. هو كان راجل عاقل ورزين، قعد يهدي فيا. طب استهدي، طب ايه اللي انت بتعمليه، طب هو جرى ايه، طب هو أنا قصرت معاكي في حاجة؟ وأنا طبعا كنتش حاسة باللي أنا بعمله، ما كنتش حاسة وشايفة غير حبه واهتمامه برضه لمراته. في حتة كده بتبان مع مراته ما بشوفهاش معايا، كان نفسي احس الشعور ده واوصل له، نفسي اشوف نظرة العين اللي هو بيكلم بيها مراته، اشوفها معايا، اشوفها واحس بيها. بس ما كنتش بحس بالنقطة ديت، النقطة اللي خربت عليا وخربت على حياتي. عشان الناس برضو ما تفكرش ان انا كنت عايشة معاه في الحرام، او ان انا نسياني ان انا اقول لكم ان انا كنت انا وهو كاتبين ورقتين عند محامي. يمكن كانت اول علاقتي بيه علاقة محرمة، بس عشان هو كان تقي وبيعرف ربنا فهو كتب عليا عرفي عشان كمان يخليني مرتاحة في العلاقة معاه. وانا في عز عصبيتي لقيت الباب بيخبط، قام هو رايح باصص من العين لقاها جارتي اللي في وشي، هي كمان صاحبتي وفي الوقت فراغي ما بقعدش غير معاها. اما قام فتح لها الباب ودخلت علينا، قامت قايلالي في ايه، في ايه اللي بيحصل دوت، ايه صوت الضرب والخبط والرزع، ايه منظر البيت ده، ايه كمية الحاجة اللي بايظة والخراب اللي حل على البيت دوت، انت ازاي تعملي كده، ايه وصلك لكده؟ بصيت لها وسكت، ما قدرتش اتكلم ولا اقول ايه الاسباب، ولا اصلا انا عندي اسباب. قام باصص لي بكل هدوء وقام قايل لي هي لحد كده حلوة قوي. وقعد يومين تليفوناته كلها مقفولة، احاول اتصل بيه مش عارفة اوصله، زي ما يكون غير كل ارقامه. يومين، في يومين كمان، في اسبوع، في 10 ايام، كل دوت وانا مش عارفة اوصل له ولا اعرف عنه اي حاجة. بس انا كنت اذكى منه، وفي يوم من الايام واحنا قاعدين مع بعض، ما انا قلت لكم دول 5 سنين عشرة، اخدت رقم مراته واحتفظت بيه ليوم زي دوت. رفعت سماعة التليفون على مراته، قالوا السلام عليكم، قلت لها وعليكم السلام، فلانة الفلانية معايا؟ قالت لي ايوه. قلت لها هو عمر كويس؟ قالت لي مين معايا؟ قلت لها انا مراته اللي بقالها شهر مش عارفة توصل لجوزها. قامت رد عليا بكل سخرية وبضحكة كلها ثقة في جوزها، انت حضرتك جاية تهزري؟ لقيتها بصوت مخضوض بتنادي عليه، يا عمر، يا عمر، في واحدة على التليفون بتقول انها مراتك. سمعت صوته وهو جاي وكله خوف ورعب. مين مراتي مين؟ مفيش حاجة من ديت. مين دي اكيد واحدة بتهزر، دي اكيد واحدة عايزة توقع بينا، دي اكيد واحدة عايزة تخرب بيتنا، دي اكيد واحدة عايزة تعمل مشاكل في حياتنا. مين دي؟ اديني التليفون. مسك التليفون منها وقعد يقول الو الو الو، وانا اتكلم وهو عامل نفسه مش سامعني. لقيته بيقول لها مفيش حد بيتكلم، مين دوت، مين اللي بتقول كده؟ وقام قافل السكة. صراحة انا في اللحظة دي فقت من اللي انا بعمله، وفقت ان انا اخرب بيته، وافتكرت كل لحظة حلوة هو عايشني فيها، وافتكرت الايام الجميلة اللي بيني وبينه، وافتكرت قد ايه برضو كان حنين معايا. فقت وكان لازم افوق. قلت لنفسي ايه اللي انت بتعمليه ده، ازاي تعملي كده؟ ساعتها ما شفتهوش غير مرة واحدة وخلاص. انا مش هينفع اكون موجودة في حياتك، لان انت خليتني اعمل حاجة انا ما احبش اعملها، ما احبش اخرب بيت، ما احبش اهد حياة. من ساعتها بقينا صحاب وبقينا بينا علاقة طيبة، بسمع صوته كل فين وفين، بيطمن عليا كل فين وفين، وانا كملت وعشت حياتي واشتغلت. الحكاية بتاعتنا النهاردة تكون نالت اعجابكم، ولو نالت اعجابكم تدعموا الفيديو بلايك، ولو اول مرة تشوفونا اتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل حاجة جديدة وكل حكاية جديدة احنا بننزلها. ومشاركة الرأي مهمة جدا جدا بالنسبة لنا في القناة، اتمنى تقول لنا رأيك، ولو عندكم حكاية اتمنى برضو ان انتوا تبعتوها لي. وشكرا لحسن الاستماع، والى اللقاء في حكاية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.